كالافات يضغط لضم جابرييل ميك، نسخة مطورة من فينيسيوس ومشروع نجم عالمي. إنذار رئاسي. بيريز يوجه رسالة صارمة لنجوم الريال ويحذر من هذا الفخ. هجوم عنيف من إتسيار غونزاليس على نادي ريال مدريد. اللاعبين الأكثر تسجيلاً لمدريد لعام 2025 بابا في عالم موازي. قرار فني لتغيير مستقبل جولر في ريال مدريد. فيكتور فونت يطالب بقطع العلاقات مع ريال مدريد. جماهير ريال مدريد تلاحق الفينيسيوس بصافرات الاستهجان. هدايا رودريغو ترد الجميل إلى ألونسو. إليكم التفاصيل. كشف الصحفي خوسيه فيليكس دياز أن تغيير فينيسيوس لصورة ملفه الشخصي مؤشر واضح على أن الأمور لا تسير كما كان متوقعاً. فينيسيوس سافر صباحاً إلى دبي ولا يشعر بالراحة عندما يتم التشكيك فيه، لكن داخل النادي يقال أن أيام هذه العطلة ستفيد الجميع، وكل ذلك في غياب اتفاق تجديد عقد البرازيلي. شهدت مواجهة ريال مدريد وأشبيلية ضمن الجولة 17 من الدوري الإسباني أجواء مثيرة داخل وخارج الملعب، حيث طغى الجدل التحكيمي والتقلب في أداء الفريق الملكي إلى جانب إنجازات فردية بارزة. أبرز اللقطات جاءت قبل هدف ريال مدريد الأول، عندما تعرض رودريغو لعرقلة واضحة على حدود منطقة الجزاء، وطالب لاعبو ريال مدريد بطرد مدافع إشبيلية ماركاو، إلا أن الحكم اكتفى ببطاقة صفراء. ووفقا لتحليل خبير تحكيمي، لم تتدخل تقنية الفار لعدم وجود احتكاك مباشر يستوجب الطرد، قبل أن يطرد ماركاو لاحقا في الدقيقة 67 بعد تدخل قوي على جود بيلينغهام وحصوله على الإنذار الثاني. الجماهير في ملعب سانتياغو برنابيو أبدت دعمها في البداية، لكنها سرعان ما عبرت عن غضبها بصافرات استهجان، خاصة عند إعلان اسم فينيسيوس جونيور، ثم بسبب الأداء الدفاعي الضعيف والمساحات الكبيرة التي سمحت لإشبيلية بتهديد مرمى كورتوا بعدة فرص محققة في الدقائق الأولى. على الصعيد الفني، واصل رودريغو تألقه بعد عودته للتشكيل الأساسي، حيث صنع هدف التقدم لجود بيلينغهام، مؤكدا استعادته ثقة المدرب تشابي ألونسو بعد فترة غياب وعدم مشاركة منتظمة. كما خطف كيليان مبابي الأضواء بعد معادلته الرقم القياسي للأسطورة كريستيانو رونالدو كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف مع ريال مدريد في عام واحد برصيد 59 هدفا، معبرا عن فخره بالوصول إلى رقم قدوته. ورغم تحقيق الفوز، ظل الأداء العام لريال مدريد محل انتقاد، إذ بدا الفريق غير متوازن بسبب الاعتماد على 4 مهاجمين، ما جعل النتيجة لا تعكس مجريات اللقاء بشكل كامل، وأبقى جماهير البرنابيو قلقة من المستوى الدفاعي للفريق. أبلغ كلافات كشاف المواهب إدارة النادي الملكي بضرورة التعاقد الفوري مع الجناح الأيسر الصاعد جابرييل ميك، مؤكداً أنه يمتلك خصائص فنية نادرة تجعله مشروع نجم عالمي. يصر كلافات على ضمه. الجوكر الهجومي يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر ببراعة فائقة. القدرة الثنائية يتميز باللعب بكلتا القدمين اليمنى واليسرى بنفس الدقة والقوة، مما يجعله كابوساً للمدافعين في المواجهات الفردية. يرى كلافات في ميك نسخة مطورة من مواطنه فينيسيوس جونيور، سواء من حيث السرعة أو القدرة على الاختراق من الأطراف. إنذار رئاسي. بيريز يوجه رسالة صارمة لنجوم الريال ويحذر من هذا الفخ. فلورنتينو بيريز يطالب لاعبي الميرينجي بالقتال حتى النهاية. وجه فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد رسالة صارمة لنجوم الميرينجي خلال الاحتفال بأعياد الميلاد، محذرا من الوقوع في فخ الرضا عن الذات وسط النجاحات الكبيرة التي حققها النادي خلال السنوات الأخيرة. ووفقا لصحيفة سبورت إسبانية، ركز بيريز في خطابه على الاتحاد والقيم التي بني عليها تاريخ النادي وأسطورته، متجنبا الحديث عن قضية نيغرييرا التي أثارت جدلا واسعا في الفترة الأخيرة. انتقادات ألونسو تشعل الوضع داخل ريال مدريد.
وقد جاء خطاب الرئيس في توقيت حساس على الصعيد الرياضي، خاصة على ملعب سانتياغو برنابيو، حيث يتعرض تشافي ألونسو للانتقادات ويواجه الفريق تحديات صعبة قبل آخر مباراة لهذا العام أمام إشبيلية. وقال بيريز: لقد عشنا واحدة من أكثر المراحل إشراقا في تاريخنا، مع 58 لقبا في آخر 15 عاما، 30 في كرة القدم و28 في كرة السلة. لكن في ريال مدريد لا يمكننا الانغماس في الرضا عن الذات، وكل عام نحن ملزمون بالعمل حتى النهاية لمواصلة تغذية هذا الشعور العالمي بالانتماء إلى الميرينجي. رسالة صارمة من بيريز. أضاف بيريز في رسالة صارمة: هنا يجب أن نكافح حتى النهاية، وهذا ما أطلبه منكم، ألا يستسلم أحد عند ارتداء هذه القميص حتى اللحظة الأخيرة من كل مباراة، وأن يعطى كل شيء داخل الملعب. كما شدد الرئيس على ثقته بقدرات اللاعبين ومواهبهم قائلا: نثق في جهدكم ومواهبكم، ونحن واثقون أنه باتحاد الجميع يمكن مواجهة التحديات المقبلة. موقعة أشبيلية تهدد مستقبل ألونسو. يأتي هذا الخطاب في ظل أجواء صعبة في البرنابيو، مع استمرار الضغوط على ألونسو وقرب خوض الفريق لمواجهة صعبة بالدوري الإسباني هذا المساء أمام إشبيلية، الذي قد يحدد مصير مقعد المدير الفني. هجوم عنيف من إتسيار غونزاليس على نادي ريال مدريد. رفعت دعوى قضائية ضد النادي بعد أشهر من المضايقات المستمرة من الطاقم الطبي. الطاقم الطبي أخبرني أنهم يعرفون كيف يتلاعبون برئيس النادي بيريز لجعله يعتقد أنها غير كفءة. كانوا يسخرون مني ويستهزئون بي في مجموعة واتساب. كانوا يقدمون وجبات في البوفيه ضد نصائحي، والطهي يتجاهل تعليماتي. هناك أشخاص من الداخل ومنهم عائلتي حذروني من ريال مدريد. كانوا يقولون لي إن النادي قادر على تشويه سمعتي لإيذاء مهنيا وجسديا. ما زلت أعاني كوابيس كل ليلة، وأريد إغلاق هذا الفصل نهائيا. أشعر أنني إن لم أروي هذه القصة فلن أتمكن أبدا من أن يرتاح ضميري. الفريق الأول لريال مدريد لم يكن لديه خدمة تغذية. كان الطبيب المسؤول السابق يقول إنه لا توجد علاقة بين النظام الغذائي والمكملات والإصابات أو الأداء. كان الطعام في الفريق الأول يختاره الطباخ. عندما كنت في ريال مدريد لاحظ بعض اللاعبين تحسنا ملحوظا في الأداء. تخلص أحد اللاعبين من الألم المزمن، وآخر من التشنجات، وآخر عن الإرهاق، وأصبح بعضهم أكثر رشاقة وسرعة وقدرة على اللعب بعد الدقيقة 90 بسهولة. أفصح بعض اللاعبين للرئيس عن هذه التحسينات، لكن ذلك تسبب في كراهية شديدة مع الخدمات الطبية وموظفي البوفيه المطعم، ودفعني ذلك بعد 13 يوما من توقيع العقد إلى طلب فسخه وعدم العودة. بعد ذلك الإدارة أبلغتني أن اللاعبين والرئيس يريدون بقائي وأنهم سيتولون حل المشكلات، لكنني تركت النادي في النهاية. أخبار سارة في ريال مدريد. كشفت صحيفة آس أن دين هيوسن سيعود إلى تشكيلة ريال مدريد الأساسية بعد 3 أسابيع من الغياب، حيث يبحث عن استعادة أفضل مستوياته. نادي ريال مدريد يثق كثيرا في هيوسن ويعتقد أنه استثمار للمستقبل، حيث يملك هامش تطور كبير. قرار فني لتغيير مستقبل جولر في ريال مدريد. أشارت بعض الأقلام الإسبانية إلى أن استمرار آردا جولر في مركز صانع الألعاب لكان يساعده على تقديم أفضل أداء مع الريال، لكن تغييره من قبل تشافي ألونسو لن يكون مضرا أيضا للتركي. السبب يعود إلى الخبرة التي سيكتسبها جولر من اللعب في مركز متأخر، حيث سيحقق ذلك الفائدة له ولريال مدريد بإتقانه التحكم في إيقاع اللعب والسيطرة على مجرياته فضلا عن مقاومة الضغط. عمر جولر سيسهم في تطوره أيضا، حيث لم يتجاوز عامه 20 بعد، وهو ما يعني أن أمامه فرصة حقيقية للتحسن. اللاعبون الأكثر تسجيلا في مدريد لعام 2025 مبابي في عالم موازي. فيكتور فونت يطالب بقطع العلاقات مع ريال مدريد، والسبب: طالب فيكتور فونت بقطع العلاقات مع نادي ريال مدريد، ودعا إدارة برشلونة إلى رفع دعوى قضائية ضد قناة الفريق المنافس بتهمة التلاعب في سير المنافسة.
وفي ظل الهجمات التي شنها رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز في الأيام الأخيرة ضد برشلونة، والتي شكك فيها في شرعية إنجازاته الرياضية، واتهم فونت النادي الأبيض بأنه لا يعرف كيف يخسر، وبأنه يسعى إلى تدمير ومحو وتشويه تاريخ البرسا، مؤكداً: نادينا لم يفز قط بأي لقب عبر شراء الحكام. وأضاف: كنا نمتلك أفضل لاعب في التاريخ، أفضل مدرب في التاريخ، وأفضل فريق في التاريخ، محذراً من أن هناك من يريد سرقة جزء من تاريخنا وما فزنا به في الملعب بكل عدالة. من جهة أخرى، انتقد فونت التواطؤ القائم بين لابورتا وفلورنتينو بيريز خلال الولاية الحالية رغم الهجمات المتكررة من قناة ريال مدريد على الحكام، وقال: القول أن ريال مدريد مصاب بعقدة برشلونة وإلقاء خطابات شعبوية لا يدافع عن النادي، المطلوب هو الأفعال والتحركات الملموسة. وطالب فونت بأن ينضم برشلونة إلى الدعوة التي قدمها إشبيلية ضد الريال، وذلك بسبب الضغوط المتواصلة على الحكام عبر قناة النادي. وكان النادي الأندلسي قد رفع شكوى أمام الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وانضمت إليها رابطة الدوري قبل أن تحفظ من قبل الاتحاد، إلى أن أمر القضاء العادي في يوليو الماضي بإعادة فتح الملف. وقال فونت: من غير المفهوم أن برشلونة لم ينضم إلى تلك الدعوة، بينما ريال مدريد قد رفع دعوى ضد البرسا في قضية نيغريرا. واعتبر أن هذا التقارس لا يمكن تفسيره إلا بأن لابورتا وبيريز سارا يداً بيد طوال تلك الولاية.